اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. داخلين طبعا على العيد الكبير، كل سنه وكل حبايبي طيبين وبخير يا رب، تعود علينا وعليكم الايام بخير. واحنا طبعا كلنا عارفين ان الرقاق ده اساس العيد، ما ينفعش العيد يجي علينا من غير ما نعمل رقاق، طري بقى او ناشف. فهو حاجه اساسيه يعني معانا، زي ما انتم شايفين معانا عملت رقاق طري معاكم. سهل جدا وما خدش معايا وقت خالص، وما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين الرق طالع معايا طري جدا وجميل ما شاء الله، حلو جدا. جربوها بنفس الطريقه دي هيعجبكم جدا. احسن طبعا ما تشتري بقى من بره والكلام ده، انتي اعمليه يبقى معاكي ما شاء الله. هو نص كيلو دقيق عمل معايا 21 رقاقه بس، وحطيته بقى في الاكياس وفرزته في الفريزر وهو طري. تعالوا بقى معايا نشوف الطريقه ونسمي الله. اولا حبايبي، لو لسه اول مره بتشوفيني متنسيش تعملي لايك حلو زي كده، وتعملي اشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله الوصفات اللي بقدمها تعجبكم جدا. حبيبي بس متنسوش اللايك. ويلا نبدا معانا. اول حاجه معايا هنا نص كيلو دقيق، ونص كيلو دقيق هنحط عليه نص معلقه صغيره ملح. تمام، يبقى نص كيلو دقيق بياخد نص معلقه صغيره. انت بقى تضافي الكميه، بقى تضافي برضو الملح زي ما تحبي. كيلو دقيق عليه معلقه صغيره ملح. تمام كده. وهياخد معايا كوبايه ونص ميه. انا حطيت هنا في الاول معاكم كوبايه ميه، والنص لسه هحطه، بس انا برضو مش بحط الكوبايه دي، انا معايا النص انا بوريهولكم. مش هحط كوبايه ونص كلهم مره واحده. ليه؟ لان بيختلف من نوع دقيق للتاني. زي احنا متفقين ان ما ينفعش نحط كميه السوائل كلها او كميه الميه كلها في العجين في الدقيق واحنا لسه بنعجن، واحنا ما نعرفش الدقيق بتاعنا هيحتاج معانا سوائل قد ايه. تمام. هنا انا بقى حطيت الاول كوبايه الميه وعجنت فيها شويه، وحطيتها حبه بحبه، ما حطيتهاش كلها، ما قلبتهاش مره واحده. فاهمين كده؟ ادينا العجينه تعمل معانا عرق اسرع واحنا بنعجن فيها، وتبقى كويسه معانا. هنا بقى انا كنت حطيت الكوبايه وعجنت شويه، لقيتها طبعا محتاجه النص تاني، فبحطه بقى حبه بحبه. يعني انا بحط كوبايه ونص ميه في العجين، وبخلي معايا ربع كوبايه ميه في طبق هوريهولكوا. ده بقى انا بقى بعجن بيه العجينه، بيبقى بيديني طراوه للعجين كده حلوه جدا. تمام. هنا بقى انا بعجن معايا، اهم حاجه ان العجينه تلم اللي في الطبق كله معايا، وحاولي تلمي الطبق كده باللي فيه كله. بس انا بقى بحب اعجن على الرخامه. العجينة على الرخامة بترتاحي بيريحك نفسيا، بتعرفي تاخدي راحتك في العجين. لا حلو جدا بصراحة، جربوا تعجنوا على الرخامة احسن من الطبق او البولة او العجين اللي بتعجنوا فيه. هتاخدوا راحتكم اكتر في العجين. فاهمين؟ هنا بقى حطيت على النص كيلو دقيق معلقتين زيت. ليه؟ لان ده رواق طري، فرواق طري فاحنا عايزين يبقى طري معانا، فالزيت برضو هيدي طراوه للعجين. انما الدقيق الناشف احنا اسفه معلش، الرقاق الناشف احنا مش بنحط له زيت خالص. تمام. عايزه بقى تحطيها في الاول مع الدقيق والميه، تحطيها على الدقيق وانتي بتحطي الملح، ماشي مفيش مشكله. عايزه بعدها بشويه بعد ما تعجني العجينه تروحي حاطه الزيت، برضو بيدي طراوه. عامه يا جماعه الزيت او الماده الدهنيه لما بتحطيها في العجينه بعد ما تلميها وتعجنيها بتبقى احسن معاكي. زي عجينه الدوناتس والفطاير والمعجنات والحاجات دي، ساعات بنحط الزبده بنعجنها مع العجينه بعد ما بنعجنها بالسوائل بتاعتها وبكله. العجينه بتديكي نتيجه احلى. تمام. هنا بقى معايا انا بتاع ربع كوبايه ميه كده في البوله. انا بقى بحاول برشرش كده حبه بحبه، او ببل ايدي بالعجينه بالميه واحطها في قلب العجينه كده. تمام. بس واعجنها بقى شويه. اهم حاجه وانتي بتعجني العجينه لازم تسيبيها ترتاح شويه، اللي هو ريحي ايدك 5 دقايق كده ولا حاجه، تعملي حاجه مش عارفه كده، او منها تريحي العجينه وتريحي ايدك. لما تيجي بقى تعجني في العجينه تاني هتلاقيها بقت طريه معاكي جدا. يعني جربوا يا جماعه الحركه دي وانتوا هتشوفوا بنفسكم العجينه بتبقى عامله ازاي، بجد بتبقى حلوه جدا وطريه. هنا انا خلاص العجينه عجنتها معايا، بعجنها مثلا بتاع 10 دقايق ربع ساعه كده. انا بحب اعجن في العجينه كتير شويه. وكمان كل ما تعجني في العجينه اكتر تديكي نتيجه احلى في التسويه بقى، وفي الحاجه اللي انتي بتعمليها بالعجين تبقى احسن يعني. بس هنا بقى معايا انا مش هريح العجين دلوقتي، انا هقطع على طول وبعد كده نريحه بقى بعد ما نقطعه. هنا معايا نص كيلو، معايا طبق فيه بتاع كوبايه دي كده، ده هنحتاجه طبعا في الفرد، هوريهولكوا. وهرش بقى على الصينيه اللي انا هريح عليها العجين، وهقطعه بقى كور كده. اهم حاجه ان انت تقطعي الكور متساويه كلها زي بعضيها. عايزه تقطعي كل العجين مره واحده وبعد كده تكوري، مفيش مشكله، عشان تظبطي المعيار بتاعك اللي تشوفي الكميه بتاعتك هتعمل معاكي قد ايه، وتظبطي في الحجم بتاع الرواية. تمام مفيش مشكله. عاوزه تقطعي كده هتقدري تتحكمي في ان انتي تطلعي كله زي بعضه برضو مفيش مشكله. يعني اللي يريحك اعمليه. بعد بقى ما نكورها، معايا طبعا انا رشه دقيق من تحت، وبعد ما اكورها كده والمها في قلب بعضيها هروح حطها في قلب الدقيق من على وشها كده واحطها في الصينيه.
تمام. اهم حاجه وانتوا واقفين يعني ايه في الانجاز كده عشان خاطر ايه العجينه متنشفش منكم، احنا كده كده لسه هنغطيها. بس انا بقى عملت الكميه كلها معايا، عملت ما شاء الله 21 رقاقه. غطيتهم بقى. اهم حاجه نغطيها بكيس وبعد كده بالفوطه بتاعتك وتغطيها، تسيبيها هنا بقى ترتاح نص ساعه، ساعه الا ربع، زي ما انتي ايه ما تحبي. اهم حاجه ان انتي تريحي العجينه. العجينه يا جماعه كل ما بتريحوه بيدونا نتيجه احسن. ده طبعا مش هيختمر ولا حاجه، بس هنريح العجينه ليه؟ عشان نعرف نعجنها وتبقى كويسه معانا. تمام. هنا بقى خلاص هي ارتاحت بتاع نص ساعه او ساعه الا ربع زي ما انتي ما تحبي. وبعدين هجيب بقى رش دي على الرخامة او على المفرش اللي انت هتفردي عليه الرقاق، زي ما انت برضو ما انت عندك ايه متوفر. بس هفرش بقى، اجيب 4 مع بعضيهم الاول، واحاول بقى بايه، بصوا اعمل 4 مع بعضيهم، هعمل كل 4 في عجينة واحدة، هتشوفوها ازاي. افرد بقى كل كرة كده بايديا. اهم حاجة ترش عليها دقيق من فوق ومن تحت علشان خاطر العجينة طرية معانا ومرتاحة فهتتفرد معانا بسرعة. فاهم حاجه ان انت ترشي دي عشان خاطر ايه ما تلزقش معانا. افردهم الاول بس كده بايديا ال4. وبعد كده ايه هجيب بقى معايا المردنه، هحاول بقى ايه افردهم. اهم حاجه ان انت ترشي دي كويس علشان خاطر العجين طري معاكي، عشان كمان يتفرد معاكي اسرع. الدقيق هتخليه يتفرد معاكي على طول. برضو يعني مش هنرش دقيق كتير، اهم حاجه برضو ان انت مترشيش كتير قوي دقيق، لان ده رقاق طري مش ناشف. فاهمين؟ انا كده فردتها قد الفطيره كده صغيره، وهحاول انفض من عليها اي دقيق. تمام. وهرصهم بقى ال4 ايه جنب بعض كده، هوريكم انا هعملهم ازاي. يعني ايه هنعمل طريقه هتنجز معانا في الوقت، بدل ما تفضلي تسوي رقاق رقاق، لا احنا هنسوي بالاربعه والخمسه مع بعض، وممكن الستة كمان لو انتي حابه تكملي مفيش مشكله. لو انتي يعني ايدك واخده عليه على طول وبتعمليه مش اول مره تعملي، ممكن تعملي 6 رقاقات مع بعض تسويهم مره واحده. بس هنا زي ما وريكم اهم حاجه تحاولوا تفردوهم كلهم يبقوا بمقاس واحد. ماشي. هنا انا شايفين العجينه بتاعتي محتاجه رشه دقيق كده علشان خاطر ما تلزقش في المردنه، فبرشلها رشه دقيق. ولما تيجي تفردي العجين حاولي تجيبيها، بصي تفردي بالطول وبالعرض، تلفي معاكي العجينه كلها علشان خاطر تطلع معاكي مدوره كويسه، ما تطلعش طويله ولا الكلام ده. فاهمين؟ اهم حاجه نرش رشه دقيق من على الوش، وفي دقيق برضو ايه كويس بالنسبه لنا ان هو مش كتير قوي عشان ده رقاق طري، هنرش مش كتير تحت. اهم حاجه بس عشان خاطر العجينه ما تلزقش. بس هنا انا بفرد ال4 مع بعض على طول، طبعا ده بسرعه جدا يعني مش هياخدوا في ايديكي حاجه. العجينه ما شاء الله طريه جدا، وبتساعدنا العجينه كل ما تبقى طريه او تقعد مرتاحه تساعدك في الفرد على طول. فاهمين؟ هنا بقى عملت ال4، وهحاول انفض الدقيق بس اللي من عليها. هجيب بقى انا اول واحده فردتها فيهم هجيبها معايا هنا 4 معالق زيت وعليهم معلقتين دقيق. تمام. ده اللي هيبقى الفاصل ما بين كل رواية ورقاية. ليه بقى؟ عشان يسهل معانا نعمل ال4 مرة واحدة ونسويهم، نطلع واحدة واحدة بدل ما نفضل نسوي واحدة واحدة وينشف مننا والكلام ده. لا احنا بننجز في الوقت، عشان لو ما شاء الله برضو بتعملي كمية ولا حاجة ما ياخدش معاكي وقت كبير. فاهمين؟ بس هنا بقى معايا انا جبت اول واحده فردتها، هجيب معايا خليط الدقيق والزيت اللي انا حطيته هقلبه كويس. اهم حاجه الزيت بيبقى اكتر من الدقيق، بيبقى سايل كده ما بيبقاش تقيل معاكي عشان يتفرد على العجينه معاكي كويس. بس هفرد بقى على الوش الرقاقه كلها، ما تخليش ولا حته ما فيهاش. واجيب بقى معايا تاني واحده انا عملتها، احنا بنمشي بيهم بالتدريج، اول واحده وبعدين تاني واحده وبعدين تالت واحده وكده. فاهمين؟ لغايه ما نجيب اخر واحده معانا. اهم حاجه ان انت تخليهم يبقوا كلهم قد بعض، وتحطي كميه كويسه من الخليط اللي احنا عاملينه عشان خاطر لسه لما نفرد فيها ما يلزقش كله مع بعض. بس كل سنه وانتم طيبين. تعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. ربنا يجعلها ايام خير وايام سعاده علينا وعلى امه محمد اجمعين، اللهم امين يا رب. حبايبي بقى، متنسوش بقى لايك حلو زيكم كده، ومتنسوش كومنت حلو، وما تنسوش بقى لو لسه اول مره بتشوفوني متنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. وخدي لفه كده في القانون ان شاء الله تعجبكم الوصفات بتاعتي، وان شاء الله اكون خفيفه على قلبكم. بس زي ما انتوا بقى ما شايفين، بصوا انا هنا ما شاء الله فردت ال4 حطيتهم على بعض، واضغط كده عليها بايديا علشان خاطر ايه يحاولوا يتماسكوا كلهم مع بعضيهم، وتحاول ان هي تتفرد شويه.
بس اهم حاجه تقلبي الناحيه التانية، يعني تقلبي لما تيجي تفردي تعملي من الجنبين مش من جنب واحد. ليه؟ هتلاقي الجنب اللي من تحت اللي من فوق بس بيتفرد واللي من تحت مش بيتفرد. تمام. هسيبها بقى ترتاح هنا دقيقتين لغايه بقى لما اعمل ايه واحده تاني، نعمل 4 تاني زيهم. بس اهم حاجه ريحيها، كل ما تريحي العجين يديكي نتيجه حلوه ان هو يتفرد معاكي بسرعه. انا بقى دي كانت تاني واحده عملتها، رحت ركنتها على جنب ترتاح لان خلاص الاولانيه ايه ارتاحت على ما انا عملت تاني واحده. عملتها برضو 4، هما كانوا معايا 21 رقة، عملتهم على 5 مرات. كل مرة كانوا فيهم 4 واخر واحدة كانوا 5. تمام كده. هنا هنفرد معايا العجينة كويس. اهم حاجة ما تفردهاش كبيرة. ليه؟ لان العجين هنا معاكي طري جدا، فكل ما تفردي فيه هيتفرد معاكي، فاحنا مش عايزينها تبقى رقيقة قوي ومش عايزينها تتقطع معانا وتلزق في بعضها، فاحنا هنفردها يعني على قد الرقة ان هي كويس. هجيب بقى معايا هنا السوا، اجيب صينيه واحطها على ظهرها على البوتاجاز واولع عليها النار واوطي عليها شويه وامسحها كده، بجيب منديل واحط عليه نقطه زيت وامسح بيه الصينيه. تمام. وهنا بقى السوا بتاعي، خدوا بالكم يعني ايه وانتوا بتحطوا الرقاقه حطوها كويس، يعني ايه ما تخلوهاش متنيه ولا الكلام ده، افردوها كويس على قد الصينيه. وممكن لو عندك صينيه اكبر من دي كانت اكبر صينيه عندي بصراحه، فيا ريت لو عندك صينيه اكبر منها تبقى احسن معاكي، اللي هي ايه الرقه تبقى في النص كده واخده راحتها عشان تعرفي ايه تقلبيها كويس. بس هنا بقى شايفين لو في معايا اي دقيق ولا اي حاجه انا بشيله، لان الدقيق طبعا هينشفه واحنا مش عايزينه ينشف معانا، احنا عاوزينه طري لان ده رقاق طري مش ناشف. بصوا هنحطها بقى ونهدي عليها النار ونفضل بقى ايه كل شويه نقلب فيها لغايه ما انتوا هتلاقوكوا خدتوا بالكم ان هو بيبتدي يتنفخ وبيبتدي الرقاق يفصل عن بعضه. تمام. اهم حاجه كميه الخليط اللي احنا عملناه بين الزيت والدقيق تكون كويسه ما بين الرقاق علشان خاطر الرقاق ما يفصلش ما يلزقش ببعضه. بس هنا بقى ما شاء الله كان، بصوا بوريكم بس ان هو ابتدى يتنفخ من النص. هقلبه برضو واحاول كده افصل بقى الرقاق من بعضه، بس ايه بالراحه ما تشديش قوي علشان خاطر ما يتقطعش معاك. بس احاول بقى ادور على اكتر على الحته اللي فيها حرف طالع الرقاق من بعضه عشان خاطر ايه اعرف افصله عن بعضه. اهم حاجه بالراحه وانتي بتطلعي عشان خاطر البخار لو حته منفوخه ما يعملش على ايدك. بس هنا بقى بوريكم بسم الله ما شاء الله شايفين ابتدى يطلع كله مره واحده عادي، مفيش مشكله لو في حته مقطوعه ولا حاجه، ده عادي يا جماعه طبعا وارد. مفيش مشكله، ما تزعلوش يعني ولا اي حاجه. بصوا انا بدور على الحته اللي هي ايه احاول ان انا اطلع منها الرقاقه ان هي ما تتقطعش معايا. بس هنا طبعا لو لقيته فتحات حته مقطوعه مش عارفه ايه، ده طبيعي، ده من الفرد لان هو العجينه طريه جدا فبيبتدي يلزق معانا، فاهمين؟ واحنا كمان بنفردهم مع بعضهم فطبيعي ان هي لازم ممكن يطلع حته مقطوعه، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين انا هو ما بيقعدش على النار خالص، مسافه بس ان هو ايه بيطلع من بعضه فخلاص بشيلها على طول. اهم حاجه معايا فوطين، فوطه مفروده على الرخامه والفوطه التانية عليها من فوق. ليه؟ بطلع الرواق بروح مطبقها على طول 4 واروح حطها على الفوطه واغطي عليه من فوق. لو ما عملتوش كده الرواق ينشف معاكم. اهم حاجه ان انتوا الرواق تطلعوه من على البوتاجاز تغطوه على طول. ليه؟ علشان خاطر يفضل معانا طري. اهم حاجه ان هو بس عشان ايه يهدى شويه وما السخونيه بتاعته دي تخليه يفضل طري ما ينشفش معانا، لان هو زي ما انتم شايفين هو خفيف جدا يعني مش مستاهل اي حاجه. هنا انا بقى بص بحاول ما شاء الله بحاول افصل الرواق عن بعضه، بشوف الحته مثلا اللي هي ابتدت تفك وايه واروح مطلعها. بصوا ما شاء الله يا جماعه اللهم بارك، بصوا ما شاء الله بطلعها اروح مطبقاها على طول وبروح حطها على الفوطه واطلعها اروح قلبها على الناحيه التانية واطلع اللي تحتيها اروح قلبها برضو ايه على طول زي ما انتم شايفين بطلعها واروح قلبها بتكون التانية اللي تحتها فصلت. بصوا ما شاء الله كان طري جدا وجميل. طبعا يعني الروا بره دلوقتي بقى غالي كيلو يعني بتاع ب40 وب45 جنيه. انتوا ما شاء الله عملتيه في البيت وبطريقه سهله جدا ونظافه طبعا. كفايه ان انتي حاجه انتي عاملاها بايدك لولادك وعارفه انتي مصدرها ايه وطريه وحاجه نظيفه. بس هنا بصوا ما شاء الله انا بوريكم بس ان الرق كان طري جدا. طبقته بقى وحطيته ايه تحت الفوطه لغايه لما اخلص الكميه كلها. انا بصوا اهم حاجه ان انتوا تسووا تعملوا مثلا واحده زي ما انا ما عملتها كده وتسووها على طول، تسيبوها ترتاح على ما تعملوا التانية وبعد كده ترجعوا تسووها على ما انت ترتاح وتسوي كده، انما ما تعمليهوش كله وتركنيه وبعد كده ترجعي تسوي كده غلط، العجين هينشف معاكي حتى لو انت مغطياه هينشف معاكي. بس هنا انا كنت بوريكم بس ما شاء الله طري جدا وجميل بسم الله ما شاء الله.
وحلو جدا وزي بتاع زي الجاهز بالظبط، يعني بصراحة مفيش اختلاف عنه. اعملوا يا جماعة الحاجات دي ولكم في البيت، حاجة سهلة جدا، وبنص كيلو دقيق ما شاء الله عمل معايا 21 صينية. 21، اسفة، رقاق. 21 رقاق يعملوا معاكي بتاع صينيتين او اكتر، لو انتي في ايام رمضان، في ايام العيد والكلام ده، فاهمين؟ يعني حاجة حلوة جدا. وهو بقى طري كده، بروح زي ما هو فصلاهم عن بعض، واحط كمية مثلا قد الكيس اللي انا هعمله، وبروح شايلاه في الفريزر وهو طري كده. تطلعيه تسيبيه 5 دقايق، بتلاقيه طري معاكي على طول كأنك لسه جايباه من بره. بس يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم كده. وان شاء الله جربوا الوصفه يا جماعه، وما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم فيها. بصوا هنا ما شاء الله، انا كنت بس بوريكم بجيب معايا الكيس وبحط فيه ايه على حسب الكميه. انا طبعا دي مش الكميه كلها، انا ولادي ما شاء الله عجبهم جدا، فكلوه. ممكن برضو بالطريقه دي تعملوا لهم زي عيش سوري بنفس الطريقه، بس بتفردي اكبر شويه، وتعمل لهم بقى سندوتشات في البيت. يعني حاجه سهله جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.